ترند جديد لياسمين والعوضي وهنادي مهنا وجوزها أحمد خالد صالح. ياسمين عبد العزيز والعوضي خلاص راجعين، وطريق رجوعهم هيعود من جديد، وانفصال هنادي مهنا وجوزها أحمد صالح نهائيا، وأول رد من أحمد العوضي على توقعات ليلى عبد اللطيف، وده اللي توقعته خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف أثناء استضافتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وأعلنت إن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ورجعهم من جديد، وأعلنت كمان عن انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح. وخليني أقول لكم إن الفترة اللي فاتت ذاعت إشاعات طلاق هنادي مهنا وجوزها أحمد صالح، ولكن طلعت هنادي مهنا ونفت كل الكلام ده، ونفت كمان إنهم هيتطلقوا أو حتى اتطلقوا. ولكن ليلى عبد اللطيف توقعت طلاقهم نهائيا زي ما توقعت قبل كده طلاق الثنائي ياسمين وأحمد العوضي، ولكن بشرت الجمهور بعودة الثنائي ياسمين عبد العزيز والعوضي، بس عودتهم هتكون فنية وليست عاطفية. وقالت ليلى عبد اللطيف أعلنت عن مشاركة العوضي وياسمين فيلم سينمائي في الفترة الجاية، وطريق الحب هيتفتح لياسمين من جديد، بس مش مع العوضي، مع شخص بعيد. وقالت أنا كل كلمة بتحاسب عليها. أحمد العوضي بتصريحات جديدة عن عودته هو وياسمين عبد العزيز مرة تانية، خصوصا بعد نجاح إعلانها وتصدره الترند في الوطن العربي، وإنه بارك لها كمان على الإعلان. وإجابته كانت حقيقي مفرحة لكل فانز ياسمين والعوضي، واللي قاله كان مفاجأة. كشف النجم أحمد العوضي عن موقفه مع التعاون مع طليقته ياسمين عبد العزيز في فيلم سينمائي في المستقبل. وقال أحمد العوضي في مداخلة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة: طبعا ممكن يجمعنا فيلم وأنا أتشرف بده. ورد على السؤال هل في إمكانية إن أنت ترجع أنت وياسمين عبد العزيز بعد الرسالة اللي أنت كتبتها على الفيس مؤخرا، قال أحمد العوضي: أنا قلت إني بحب ياسمين جدا، والاحترام والود والحب سائد ما بينا، وكل حاجة حلوة، وهي باركت لي على مسلسل حق عرب، ومفيش بيني وبينها أي نوع من الخلافات. واختتم كلامه وقال: لو ربنا رايد إننا نرجع أكيد هنرجع، ولو رجعنا أكيد هنقول ياسمين عندي حاجة كبيرة جدا زي ما أنا عندها حاجة كبيرة جدا، وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا.